وأخيراً وبعد فترة غياب طويلة جايبين لكم أنمي جديد وقصة جميلة جداً ومتشابهه بشكل كبير مع أنمي ماش. وأنا متأكد إن الأنمي ده بالذات هيعجب ناس كتير. بس الأول قبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد لايكات ممكن. وكمان عايزين نكمل 1000 مشترك. ويلا بينا نبدأ. بتبدأ حكايتنا في أكاديمية السحر اللي فيها بطلنا، اللي مفيش عنده أي قدرات سحرية ومش عارف هيعمل إيه في الأكاديمية اللي زي دي. كل واحد فيها عنده قوة سحرية وبيقدر يستخدم السحر. بيحاول يشق طريقه في الأكاديمية، لكنه مش عارف إزاي، لأنه مفيش عنده نقطة سحر توحد ربنا، ومعروف بلقب عديم السحر. بس هو في الحقيقة هيقدر يكمل في الأكاديمية دي، وهيشوف إزاي مع بعض في حكايتنا قتاله مع الوحوش ومهاراته القوية اللي هيقدر بيها يوصل للي عايزه من غير السحر تماما، لدرجة إنه مش بيكون محتاجه حتى. نبدأ مع بطل أكاديميتنا ري جاردن في أول حصة، والأستاذ بيشرح لهم فيها إزاي يعملوا تعويذة نار عن طريق الكبريت اللي بيخلوه يطلع دخان، وبكده يتحول لمادة محفزة. بطلنا ويل سيرفورت قاعد سرحان وبيعمل السكتش بتاعه، لحد ما بيسمع الأستاذ بيقول لهم يلا، علشان يختار حد منهم يوري باقي الطلبة التعويذة. وحظه إنه الأستاذ اختاره هو من بين كل الطلبة. ويل بيتفاجئ وبيقوم من مكانه مصدوم، وبيسأل الأستاذ إيه السؤال اللي بيتكلم عنه دلوقتي. الأستاذ بيرد عليه بنظرة استهزاء وبيقول له إنه عايزه يشرح التعويذة قدامه. ويل توتر طبعا وقال أدي الحظ الباب، وبيقول للأستاذ حاضر، وبينزل من مكانه اللي في آخر الفصل، وبيبص على الأدوات اللي قدامه على المكتب، وبيسأل الأستاذ إيه المشكلة. الأستاذ بكل كبر بيقوله إن ده تمرين بسيط، كل اللي عليه ياخد المادة المحفزة ويستخدمها ويحاول يحولها لنار، ويحاول يعمل زي ما الأستاذ قال. لكن فشل، وزمايله في الفصل قعدوا يضحكوا عليه ويتريقوا. كل الطلبة كانوا بيضحكوا عليه، لحد ما بنت لطيفة في الفصل اسمها كولت شافت الموقف وصعب عليها جدا، وقفت مكسوفة وزعلانة علشانه. الأستاذ كمان بدأ يتريق عليه وقال إنه إزاي طالب مسجل في أكاديمية السحر ومش عارف يعمل تعويذة بسيطة زي دي. وفضل يتريق عليه وقال إنه مش بيعرف يعمل حاجة غير إنه يذاكر من الكتب، ولما يجي للعملي بيبقى مش قادر يعمل حاجة، مع إنه قرأ كتير عن السحر بس معرفته كلها نظرية ومفيش عنده أي قدرات عملية. فجأة واحد من زمايله اسمه سيون عمل التعويذة وطلع نار في وش ويل. ويل اتوتر جدا من النار اللي طلعت في وشه، لكن الأستاذ إدوارد قال لسيون إنه ما كانش محتاج يتدخل. سيون اعتذر للأستاذ وقال إنه شاف ويل واقف مش عارف يعمل حاجة، فقرر يتدخل بدل ما يسيبه واقف زي الكرسي ملوش لازمة. الأستاذ وافق وقال خلاص، الموضوع بسيط. بعد كده سيون بدأ يزود النار وهو بيقول إن العالم بيتحكم فيه السحر الأسود، وإن السحر معناه القوة والسيطرة، واللي مش عنده موهبة مش هيقدر حتى يعمل أبسط التعويذات. بعدها الدرس خلص والطلبة خرجوا يتمشوا في الأكاديمية، لكن ويل كان زعلان جدا وحاسس إنه فاشل. سيون فضل يتريق على ويل وقال له إنه النهاردة كان نجم الكوميديا، وفضل يحط إيده على كتفه ويقول له إنه ملهوش لازمة، وكمان بيتريق عليه إنه مش قادر يهزم حتى أضعف الوحوش. لكن كولت شافتهم وهم بيتنمروا عليه، فزعقت لسيون وقالت له يسيب ويل في حاله. سيون ضحك عليها وقال لها انت جاية تدافعي عن واحد ملوش لازمة زي ده. كولت ردت عليه بغضب وقالت له إن ويل بيجتهد أكتر من أي حد، وإنه أطيب منه وأحسن، وده صدم سيون. وبعد ما سيون مشي، كولت قالت لويل ما يخليش كلامهم يأثر عليه. ويل رد عليها وقال إنه مش غلطان في اللي حصل، وإنه مش بيقدر يستخدم السحر، وابتسم وقال لها إنه محظوظ إن في بنت لطيفة زيها بتتدخل في مشاكله. ويل ضحك وقال لها إنه محظوظ لأن مش كل يوم بيلاقي بنت لطيفة زيها بتتدخل في مشاكله. وكولت اتكسفت جدا من كلامه ووشها أحمر ومش عارفة ترد عليه. وبعدين بيقول لها هو ليه بيقول كده أصلا؟ وأكيد مش قصده يضايقها، بيقول كده لكل البنات مش هي بس. بعدين بيعتذر لها لو فهمت كده غلط، وبيقول لها إنها الصديقة الوحيدة عنده، عشان كده هو صريح معاها، وإنه كان بيقول إنها لطيفة وجميلة مش عشان يضايقها ولا أي حاجة. هي بتكون متأثرة بكلامه وبتقوله اسكت عشان يسكت ومش يقول حاجة تاني. بتحاول تمسك نفسها عشان متنهارش من كلمتين زي دول، لأنها بنت من عيلة نبيلة حتى لو كان ده مجرد اسم بس. بنلاقي ويل
واقف ومش باين عليه إنه كويس. فبتسأله كولت: في إيه؟ بيقول لها إنه بس كان بيفكر قد إيه السما شكلها حلو النهاردة. كولت بتستغرب وبتبص للسما وبتقول له إنها فعلا جميلة وفيها أضواء دافئة. بيسرح ويل وبيحلم إنه يكون من أقوى 5 سحرة في الأكاديمية ويساعده في تحقيق السلام اللي الناس عايشين فيه دلوقتي. ويل بيحكي لكولت عن قصة السحرة ال5 اللي أنقذوا العالم زمان من الظلام. كانوا معروفين بلقب ماجيا فاندر، وده بقى أعلى لقب يمكن أي ساحر يحلم يوصل له، ومفيش شخص عايش دلوقتي مش بيحلم إنه يوصل للمكانة دي. كولت بتبص للسماء وبتسأله: هو أنت بتفكر إن العظيم أي مايند بتحمينا دلوقتي؟ فيرد ويل: أكيد بتحمينا، دلوقتي هي شايفانا وبتطمن علينا. بعدين ويل بيفتكر وهو صغير أول مرة عارف عن الشمس والقمر، وإزاي كانوا بيقعدوا هو وكولت يتفرجوا على غروب الشمس اللي بيخلي السما تتحول للون الأحمر، وده أجمل حاجة في العالم من وجهة نظره. كان دايما بيحلم إنه يوصل لقمة البرج اللي من فوقه يقدر يشوف الغروب. كولت حققت حلمها وبقت أصغر ماجيا فاندر في التاريخ، لكن ويل لسه مش قادر يوصل حتى لمرحلة الطالب المتوسط في الأكاديمية. بيرجع بيرجع ويل للواقع وهو واقع على الأرض في مكتب المخلوقات السحرية، والقطة السحرية معصبة عليه. بيلاقي الأستاذ وينكر واقف قدامه، فبيطلب منه إنه يهدي القطة قبل ما تاكله. الأستاذ وينكر بيزعق لويل وبيقول له إنه عارف إنه مش بيعرف يستخدم السحر، لكنه مصر إنه يروح الزنزانة تاني ويحاول لوحده. ويل بيتوتر وبيعتذر للأستاذ وينكر وبيقول له إنه يقدر يعتمد على نفسه وإنه مش طفل صغير، لكن وينكر بيكون غاضب وبيصله بنظرات غضب. بيعلن وينكر بشكل رسمي إن ويل هزم الحارس الشرير وكسب نقطتين كريديت. ويل بيفرح جدا ومش مصدق نفسه. بعدين وينكر بيسأله: هل لسه مصمم إنك تبقى ماجيا فاندر؟ ويل بيرد عليه وهو خايف: هي حاجة وحشة؟ الأستاذ وينكر بيقول له إنه عشان يوصل لقمة البرج لازم يجمع 12,000 كريديت، ومع إنه ما بيقدرش يستخدم السحر ده هيكون مستحيل. ويل بيحاول يبقى متفائل وبيقول للأستاذ إنه عارف كل ده لكن عنده أمل. وينكر بيبصله بنظرة متعاطفة، لكنه بيقوله إنه حتى لو كان عايز يبقى ماجيا فاندر مش أكيد إنه هيقدر يتخرج من الأكاديمية أصلاً. دلوقتي فضلوا 4 كريديت على آخر الامتحان ولازم يكسبهم في نهاية الأسبوع. ويل بيتصدم من الكلام ده، لكن بيقول للأستاذ إنه عارف هيعمل إيه عشان يجمع الكريديت المطلوبة. وهو بيفتح الدفتر بتاعه ويدور على أي حاجة، الأستاذ وينكر بيشيل نظارته وبيفضل ساكت شوية، وبعدها بيبص لويل وبيقول له إنه بيفكره بنفسه زمان، وإنه لما بيتكلم معاه بيحس إنه بيكلم نفسه. لكن العصفورة قالت له إن في باسكر فيل ب4 نقاط في الدور السادس، وإنه أكيد عارف إن في قارئ كتب لسه محدش فيهم هزمه. فطبعا ويل بيتحمس ومش مصدق نفسه وبيجري على الأستاذ وينكر يحضنه وهو عمال يشكره جدا. الأستاذ وينكر بيقول له: ابعد عني، وبيزقه، لكن ويل مش راضي يسيبه. في نفس الوقت سيون واقف قدام المكتب وبيسمع اللي بيتقال. لما بيعرف إن في باسكرفيل ب4 نقاط في الدور السادس بيضحك ضحكة شريرة وبيقرر يروح ياخدها قبل ويل، عشان لما ويل يسقط مش هيقدر يتخرج وهيطرد من الأكاديمية. طبعا ويل ما يعرفش حاجة عن اللي بيخطط له سيون، وبيروح للقلعة وهو متحمس إنه يجيب ال4 نقاط دول لأنه قاتل باسكرفيل قبل كده. القطة السحرية بتبص له كأنها بتقوله: طبعا أمال إيه؟ المركز، مش هيحصل حاجة زي المرة اللي فاتت. سيون بيجمع أصحابه وبيقول لهم: الواد عديم الموهبة ده ملوش مكان في الأكاديمية، لازم نسبقه ونتخلص من الوحش قبله. فواحد من أصحابه بيسأله: أنت متأكد إن دي فكرة كويسة؟ الوحش اللي في الدور السادس كبير وإحنا بس 3 عليه. سيون بيتعصب جدا وبيبصله بنظرة مرعبة وبيقول له: تقصد إني ما أقدرش أتعامل معاه؟ فالشاب بيتوتر وبيعتذر له ويقول له إنه واحد من النخبة وإن مفيش زيه 2. سيون بيسكت وبيبتسم وبيبدأ يدخل القلعة وهو بيفكر إن العالم ده مش مكان للي مش بيقدر يستخدم السحر، وإنه ما يستاهلش إنه يكون في الأكاديمية أصلاً. بعدها بيبص لأصحابه وبيقول لهم: يلا ندور على الباسكر فيل. وبيبدأوا يستخدموا تعويذة البحث عشان يسهل عليهم، لكن فجأة بيتصدموا لما بيلاقوا وحش ضخم قدامهم أكبر من اللي كانوا متوقعينه. سيون بيصرخ: يا نهار أبيض،
يا ريت أكون غلطان، وبيسأل نفسه إذا كان في حد وصل للدور ده قبله وبدأ الهجوم. بيجري بسرعة ناحية الصوت لحد ما بيتصدم لما بيشوف وحش ضخم واقف قدام سيون وأصحابه، والوحش ده من مستوى أعلى لأنه فوق المستوى الخامس. دي أول مرة ويل يشوف وحش بالشكل ده، وبيلاقي سيون واقع على الأرض قدام الوحش ومش عارف يعمل حاجة. سيون بيحاول يستخدم تعويذة النار اللي عنده، لكن الوحش ده أقوى بكتير منها. ويل بيشوف إنه لازم يتدخل ويساعده، لكن قبل ما يطلع سيفه بيرجع يسأل نفسه، هو سيون يستاهل المساعدة؟ هو عمل لي إيه كويس عشان أساعده؟ خصوصا بعد كل التنمر اللي تعرض له منه. ويل بيفكر للحظة في إنه يسيبه، لكن اللي بيجي في باله وقتها هو صورة كولت، وبيفتكرها وهي بتقول له إنها عارفة إنه لطيف جدا وأكتر شخص شجاع تعرفه. ويل بيضحك وبيقول لنفسه، أنا مش لطيف ولا شجاع، أنا بس عايز أكون جنبها. فبيقرر إنه لازم يساعد سيون، مش عشانه لكن عشان كولت. بيدخل في اللحظة الحاسمة قبل ما الوحش يقتل سيون قدام أصحابه، وبيقف بين الوحش وبين سيون وبيبدأ يواجه الوحش بنفسه. بيصد هجوم الوحش بالسيف بتاعه اللي كان هيطير رقبة سيون. في اللحظة دي الأستاذ إدوارد دخل وبيقول لوينكر إنه مضايق، فوينكر استغرب وسأله، إيه اللي جابك؟ وكان شكله بيخانقه، بس إدوارد قال له إنه سمع إن سيون وأصحابه راحوا الزنزانة من غير إذن. ويونكر قال لا، أنت بتقول إيه؟ فإدوارد بدأ يشرح له وبيقول إن العيال دي اتصرفوا بتسرع وراحوا الزنزانة لوحدهم، وبيطلب من وينكر يبعت حد يدور عليهم. وينكر اتوتر وفضل ساكت لأنه عارف إن ده الدور السادس والموضوع خطر جدا. فقرر يرجع المخلوق السحري اللي كان هيبعت معاه، وبيقول في الحالة دي مش هنحتاجه. إدوارد استغرب ومفهمش هو قصده إيه، لحد ما وينكر أخد الكرة السحرية وبيشوف إن ويل هو كمان موجود في الدور السادس. وفعلا في اللحظة دي ويل كان بيواجه الوحش بقوة كبيرة، والمواجهة كانت صعبة جدا. كل واحد فيهم كان بيستخدم أقوى ما عنده، وكانت المعركة بين الوحش وويل مرعبة وعنيفة. سيون كان واقف بعيد ومش مصدق اللي بيشوفه. إزاي الولد ده اللي الكل بيتريق عليه علشان هو عديم الموهبة بيواجه الوحش بالقوة دي؟ إدوارد كان بيتابع المعركة من خلال الكرة السحرية اللي مع وينكر، واتصدم هو كمان. وينكر قال لإدوارد، ويل مش شخص عادي، الولد ده عنده قوة أكبر من السحر نفسه، وعنده صلابة وعقلية ملاحظة، بيقدر يحفظ هجمات العدو بعد ما يشوفها مرة واحدة. فعلا ويل كان مركزا على حركات الوحش وفاهم نمطه في القتال. بعد ما شاف حركة الوحش مرة قدر يضربه ويقطع دراعه بقوة وسرعة مذهلين، وبدأ يضرب الوحش ضربات قوية تانية وكأنه فارس وحيد في عالم السحرة، وضرباته زي ضربات البرق. بعد ما الوحش وقع ويل خرج من وسط دخان المعركة وراح ناحية سيون اللي لسه مرمي على الأرض. ويل مدله إيده عشان يساعده يقوم، لكن سيون كان معصب جدا ورفض ياخد المساعدة، وكان مضايق من نفسه ومن الموقف اللي اتحط فيه. ويل انتصر على الوحش من المرتبة السادسة وأنقذ أصحابه، وده خلاه يحصل على 10 نقاط. وهنا بدأت قصة الشاب اللي هيقلب عالم السحر. بس كده يا صديقي، للأسف الفيديو خلص. لو عايز تعرف إيه اللي هيحصل بعد كده، اشترك في القناة وافعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو أول ما ينزل. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. أشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنساش اللايك، عاوزين نوصل ل1000 مشترك. سلام.